ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة هنتعلم مع بعض اساسيات كانفا، وهمشي معاك في الويب سايت خطوة بخطوة، وهعرفك كل حاجة في الويب سايت عبارة عن ايه وايه اللي تقدر تعمله بكانفا. وهنعمل مع بعض تصميم بسيط او تدريب بسيط هتتعلم من خلاله 3 أو 4 حاجات، وده هيكون تدريب النهاردة اللي انا عايزك تتقنه وتتمرن عليه علشان تبتدي كاريرك وتبتدي انك تعرف تصمم على كانفا بشكل كويس. اولا، كانفا هو موقع بيسمح لك انك تصمم الجرافيكس بكل انواعها واشكالها، سواء كانت ثابته او متحركه زي الفيديوهات. بيساعدك في ده عن طريق التمبلتس، والتمبلتس هي الحاجة اللي بتميز كانفا عن أي نوع من أنواع برامج الديزاين التانية، لأن برامج الديزاين التانية مش بتدي لك تمبلتس تبتدي منها شغلك، بل بتعتمد على إنك بتكون عارف شغلك كويس وعارف أساسياته، فبتقدر من خلالها إنك تبتدي التصميم بتاعك من غير ما يكون ليك أي مرجعية أو أي تمبلتس مساعدة. في حالة كانفا هو بيوفر لك تمبلتس في أي نوع من أنواع الجرافيكس اللي أنت هتستخدمها على البلاتفورم ده، وهوري لك يعني إيه تمبلتس as we go. في الأول لما بتفتح الويب سايت بتظهر لك الواجهة دي بالشكل ده، وهنا بيكون البروفايل بتاعك، وهنا بتكون الترشيحات بتاعة الموقع للديزاينات اللي الناس بتستخدمها بشكل عالي. احنا عايزين نشوف كل انواع الجرافيكس، فنضغط على مور. هنا دي الحاجات اللي كانفا بيساعدك انك تقدر تعملها: الدوكيومنتس اللي هي انفويسز او الفلايرات او الحاجات اللي لها علاقة بالشركات زي اللتر هيد، البرايسنج بروبوزلز، الحاجات دي كلها بيديلك تمبلتس كتير جدا فيها. لو انت ضغطت على سي اول هتقدر تشوفها وتقدر انك تبتدي تعدل عليها على طول من غير ما تعملها من البداية. وايت بوردز للناس اللي هي بتشتغل في اليو اكس او بتشتغل في الدوكيومنتيشن، هتحتاج الكلام ده كله. بيوفره لك السايت مابس، البراند مود، الحاجات دي كلها جاهزة، مجرد بتعدل التكست. بريزنتيشنز ما سبقش، بيوفر لك بريزنتيشنز قوية جدا وسهلة في التحكم. السوشيال ميديا، جماعة بتوع انستجرام، فيسبوك ستوريز او فيديوز، كل الكلام ده موجود منه قوالب بالالافات تقدر تتحكم فيها مباشرة. الفيديوهات برضو ما سبقش، كل انواع الفيديوهات، وعامل لك كاتيجرايزنج هنا تقدر تختار منه وتشوف التمبلت اللي تريحك من غير ما تضطر تعملها من الاول. الويب سايتس برضو ما سبقش، ومقسم لك انواع الويب سايتس. كل دي حاجات تقدر تعملها واكتر كمان على كانفا. في الحالة بتاعتنا هنا احنا هنتعلم مع بعض في الشانل ازاي تعمل اللوجو وازاي هتعمل التيشيرت. طيب ليه اخترت الحاجتين دول؟ لان الحاجتين دول اكتر حاجتين هيمرنوا ايدك على كل انواع التولز بتاعت كانفا. يعني لو اتقنت انك تعمل الحاجتين دول وتدمج التمبلتس بشكل صح، هتعرف تعمل اي حاجة تانية على كانفا، لان دول الحاجتين الاكثر تعقيدا، او مش تعقيدا كصعوبة، تعقيدا كأنك هتستخدم فيهم ادوات كلها تقريبا التحكمات كلها بتاعت كانفا. فلو اتقنتهم هتقدر انك تتعلم بقية الحاجات بشكل سهل جدا وسلس، ومش هتلاقي ان في اي حاجة تقريبا واقفة معاك من اول اللوجوهات لحد الفيديوهات. يلا بينا نعمل اول تصميم مع بعض، وهنضغط على Create a Design. بعد ما تضغط على Create a Design هيطلع لك نفس الشاشة اللي كنا واقفين عليها، فالأكثر استخداما مني أنا الحاجات دي، فهختار منها اللوجو. طب لو أنا مش لاقي الحاجة اللي أنا عايزها، هكتب هنا في السيرش لوجو، هيطلع لي أول واحد، هروح جاي ضاغط عليه. وبعد ما تضغط على لوجو هتظهر لك الشاشة دي، ودي الشاشة اللي المفروض هتعمل فيها الديزاين بتاعك. الشاشة دي هنشرحها بالتفصيل قبل ما نبتدي شغل في أي حاجة. الجزء الخاص بالتمبلتس، وهي التمبلتس اللي أنا كنت بكلمك عليها، اللي هي الموقع أو كانفا بيساعدك فيها إن هو يديلك قوالب جاهزة تبدأ منها تصميمك. ودي بتكون تمبلتس كتير جدا ومتنوعة، وتقدر إنك تسكرول داون لحد ما تشوف الحاجة اللي تناسب اللوجو بتاعك. والجزء المربع ده هو الجزء اللي هيكون فيه التصميم اللي انت هتختاره. فلو فرضنا ان انا اخترت ده، كل ما عليك انك هتضغط على الديزاين اللي عجبك، فهتلاقيه ظهر لك هنا، وتقدر انك تتحكم في تعديله. في الحالة بتاعتنا احنا عايزين نشوف الاول ايه الحاجات دي، فهنرجع تاني. انا شلت التصميم، هرجع هنا. دي التمبلتس. الاليمنتس عندك هي العناصر اللي تقدر تضيفها على التصميم بتاعك. يعني بالشكل ده عندك اشكال، هو عاملها لك سورتنج. عندك اشكال مثلا لو عايز تحط مربع في اللوجو بتاعك، سكوير، الحاجات دي كلها، سيركل، راوندد، سكوير، جرافيكس زي نجمة، الاشكال دي كلها التحكمات
عندك إضافة صورة بالذكاء الاصطناعي، إنك بتوصف الصورة وهو بيجنريت الصورة دي ليك. الاستيكرات، الصور، الفيديوهات، تقدر تضيف فيديوهات، بس طبعا في حالة اللوجو ما بتستخدمش كل التحكمات دي، حاجات بتكون ريليتد للفيديوهات أكتر. الشارتس دي بتكون ريليتد برضو للدوكيومنتس أكتر، حاجات دي كلها. الفريمز هنا ده الجزء الخاص بالحاجات اللي بتحط جواها صور، يعني أنا لو عايز أحط صورتي جوا هذا الفريم الراوندد هنا أو السيركل، فأنا بختار من الفريم الشكل اللي عاجبني، بعد كده برفع صورتي وأحطها جواه. وكل ده هنتمرن عليه واحدة واحدة، بس مش في أول درس. الدرس الأول هيكون إن إحنا هنتحكم تحكم بسيط جدا في اللوجو، وفي الدرس ده أنا هختار اللوجو ده على سبيل المثال. المطلوب منك في أول درس إن أنا عايز أعلمك إزاي تتحكم في التكست وإزاي تتحكم في الألوان. طيب، بداية من التكست، لو أنت ضغطت على التكست هنا هيظهر لك الجزء اللي فوق ده. طيب، الجزء اللي فوق ده مسؤول عن إيه؟ مسؤول عن نوع الفونت بتاعك، اللي هو العائلة اللي بينتمي ليها طريقة الكتابة دي. الفونتات هنا عندك فونتات متنوعة جدا، تقدر انك تقلب ما بينها، وكل ما هتختار فونت هتلاحظ ان الكتابة شكلها بيتغير، ودي حاجة انت بتختارها بيزد على ذوقك وعلى اللوجو بتاعك نوعه ايه بالظبط. فانت هنا بتقدر انك تتحكم في الفونت وسي ان احنا هنختار النوع ده. الحاجة التانية هنا هي الفونت سايز، حجم الفونت. طبعا كده في البلس انت بتزود حجمه، في الماينس انت بتصغر حجمه، وهنا هنخلي حجمه زي ما هو. عندك التالت حاجة هنا التحكم في اللون بتاع التكست، وهنا انت تقدر لو ضغطت على الايكون دي هيظهر لك التاب دي. الجزء ده مسؤول عن انك بتضيف لون بعينك كده كاستم، انك تختار اللون اللي انت عايزه. في الوان طبعا هو مسيبها لك، تقدر انك تختار منها مباشرة، وعندك الوان تانية كمان تقدر تحطها هنا، او تقدر انك ترفع الالوان بتاعت البراند لو العميل بتاعك ادالك الالوان الخاصة بالبراند بتاعه. فانت هنا عندك اوبشنين، يا اما هتختار من الكالر ويل، عادة احنا بنفتح دي بيبقى معاك الكالر كود بتاع اللوجو بتاع العميل بتاعك، فتقدر انك تاخده كوبي وتحطه هنا اللي هو بيكون اسمه هيكس كود. وبعد ما اخترنا اللون هنرجع تاني للبار اللي فوق. البولد هنا بتخلي التكست بتاعك تقيل او heavy weighted. يعني ايه؟ يعني لو ضغطت عليه هنا هتلاحظ ان التكست بقى تقيل، كأنه اتكتب بماركر تقيل. لو شلت الايكون دي فبيرجع التكست تاني محتفظ بنفس المواصفات بتاعته. ايتاليكس دي بتعوج التكست، يعني بتخلي التكست شوية مايل بزاوية بسيطة، دي بتحط underline على التكست. الجزء ان احنا بنختار لو انت عايز تخلي التكست ده مثلا هايبر لينك او حاجة، او بيؤدي external لحاجة، فبتختار الاندرلاين. وبتختار سترايك ثرو لو انت عايز تشطب على التكست. لو انت بتعمل مثلا زي فلاير وعايز تكتب ان السعر ده السعر القديم وبعد الخصم مثلا كذا، فبتيجي على السعر القديم وبتختار الاوبشن ده عشان توضح اللي هيشوف الفلاير دي ان السعر ده ملغي. الابر كيس واللور كيس والفيرست لتر. طيب احنا عندنا هنا كده اللور كيس، كده سيلكتد اللور كيس. لو ضغطت هنا هتلاقي ان التكست كله بقى upper case. upper case يعني مكتوب كل حروف capital، lower case يعني مكتوب كل حروف small. فاحنا عادة بنختار الupper case، او بنختار انك لما تيجي تكتب اللوجو تكتبه بالشكل ده، اول حرف يكون مكتوب بالكابيتال. فلنفترض ان انا كتبت الكلام ده، احسن شكل انا بحبه جدا. بس طبعا خليك دايما فاكر ان اللوجو لازم كله يبقى متماشي، فانت طالما كاتب الجزء ده كابيتال يبقى خلي اللي فوق كمان يكون كابيتال. الالاينمنت بتاعك اللي هو التكست الايند لايه بالظبط، ودي مش هتبان عندنا هنا لان احنا عاملين تكست سيركل، بس خليني اشرحها لك. لو انت هنا الشكل ده aligned to the left، فهتلاقي ان التكست لما بتيجي بتكتبه بيبتدي من الشمال ليمين كده، هو متسنتر، وكده من اليمين للشمال.
عندنا تحكم تاني اسمه الإفكتس ده مهم جدا لو انت عايز تعمل شادوينج او تعمل زي الإفكتس اللي انت شايفها. طبعا الحاجات دي مش بتستخدم كتير جدا في اللوجوهات، بس الأكثر استخداما بيكون الكيرف. الشيب هنا انا لو عملته نون هيرجع الكلام مكتوب على خط مستقيم. لو انا عايز اخليه لافف فانا بختار اوبشن الكيرف، والكيرف هنا اول ما بتختاره بيظهر لك التحكم ده، وهو اللي بيخليك تتحكم في مدى الكيرفينج بتاع التكست بتاعك. هنعمل الكيرفينج وهنرجع التكست مكان اللي كان فيه. كده انت عرفت اهم حاجات في التكست. الدرس الاول بتاعك اللي انا عايزك تعمله هو انك تختار اي تمبلت للوجو وتبتدي انك تغير التكست وتغير الوان وتعمل تلعب انا عايزك تجرب الحاجات اللي احنا عملناها مع بعض كذا مرة، وتحاول انك تغير الفونت اللي فوق، تغير الفونت اللي تحت. عايزك تتحكم في الالوان. طيب تتحكم في الالوان ازاي؟ انا عايزك مثلا الطاقية دي في الحالة بتاعتي انا اخترت اللوجو ده، انا هنا عندي الوان عايز اتحكم فيها. عايزك تتعلم تخش على جوجل وتكتب مثلا green color hex codes وتاخد الكود وتضغط هنا وتعمل بيست هنا وتشوف الكود هيبقى شكله عامل ازاي. عايزك تتعلم ازاي تقلب في الالوان وتشوف كل لون مسؤول عن انهي جزء في اللوجو بتاعك، عشان تتقن بعد كده تغيير الالوان الخاص باللوجو بتاعك. وبعد ما بتخلص اللوجو عايزك تتعلم ازاي تعمل له شير بانك تضغط هنا. بعد ما بتضغط هنا بيطلع لك الجزء الخاص بشيرنج ديزاين. انت هنا تقدر تعمل داونلود للديزاين بتاعك، والبي ان جي بيكون اوبشن متاح لو انت فري. انما في اللوجوهات انت بتحتاج الفيكتور سورس او الاس في جي بتاعك علشان يكون ما يتأثرش بالتكبير او التصغير بتاع اللوجو، ما يحصلوش حاجة اسمها بيكسليشن. فدايما بنستخدم صيغة الاس في جي، وهي صيغة قابلة للتعديل، ولكن البي ان جي هي صورة وغير قابلة للتعديل. نختار دايما الترانسبيرنت باك جراوند. يا جماعة البرو لازم تشتركوا فيه، هو رخيص جدا مش مكلف خالص، و it's totally worth it ويستاهل اللي هتدفعه فيه. يساعدك في كل حاجة وهيفتح لك templates مميزة جدا ويفتح لك صيغ للسيفينج كتير جدا. وبعد ما بتعمل سيفينج طبعا لما بتختار SVG بيشيل، يعني هنا بص PNG بيقول لك السايز بتاعها ايه، لان PNG ده صورة، انما SVG مش بتفرق السايز بتاعه لانه كبر او صغر، بيفضل محتفظ بنفس الكواليتي بتاعته. وتأكد دايما ان احنا اللوجو بتاعنا ترانسبيرنت، واعمل داونلود وشوف اللوجو عندك على الديفايس عامل ازاي. دي اشهر صيغة احنا بنصدر بيها اللوجوهات. لو انت هتشتغل على موقع خمسات هتحتاج انك تطلع اللوجو بتاعك بالصيغة دي، لان دي صيغة تعديلية ودي اللي انت بتسلمها للعميل بتاعك في الاخر. وفي صيغة تانية لو انت عايز تشتغل على موقع خمسات وعايز تشير الديزاين بتاعك مع العميل، بعد ما خلصته هتضغط هنا على سي اول وهتكتب فوق هنا تمبلت. اول ما هتكتب اول 4 أو 5 حروف هيظهر لك الاوبشن ده، فهتضغط عليه. الاوبشن ده بيخليك تعمل لينك. اللينك ده لو انت بعته للعميل بتاعك، طبعا بتبعته بعد ما بتاخد الفلوس بتاعتك. لما عميل بيقولك خلاص انا هاخد الديزاين ده عجبني، بتجهز له التمبلت لينك. لو ضغطت هنا على كرييت تمبلت لينك هتلاقي عمل لك لينك. اللينك ده لو بعته للعميل بتاعك، العميل يقدر يخش على الديزاين بنفس الشكل اللي انت شايفه ده، ويقدر انه يعدل عليه على كانفا مباشرة بدون ما تحتاج انك تبعت له SVG. هو بيقدر ان هو يعدل ويصدر الديزاين ده بالشكل اللي يناسبه. وده كده بيكون اول درس، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا. ولو استفدت يا ريت تعمل لايك وشير عشان الفيديو ده يوصل لناس تانية وتستفيد. وشكرا ليكم واشوفكم في الدرس الجاي.